ده ايه ده؟ انا ما اتفقتش على شكل كده. لا ما اتفقتش شكل كده يروح عامل بقعه كده يروح مضيع المنظر كده. انا قلت كده؟ لا يعني انا قلت لك وقلت للشواطئ. طب اعمل ايه في نفسي بقى؟ اجي اجيب كرسي واقعد قدام الشواطئ عشان يتعمل صح؟ انا 25 توصل معاك. ده كاتب غير مرخصه. شكرا معاليك يا فندم. الحي الناس الاحياء كلها حملت مرافق كويسه. شايفه ده؟ كل ده يتشال. كل ده يتشال. ما تسيبش حاجه على حالها. سامع انت؟ شايف الرش اللي قدام؟ شايف اثار كل الكلام ده بقى كده كل اللي قبل كده. والبرنامج بتاعت باع الجائلين غير طبيعيه. لو سمحت ستة حاضر. ولا ميكروفون يستنى في اي منطقه وبالذات المنطقه اللي قال عليها الدكتور. حاضر. شكرا. اصرفوا شويه يعني انتوا هتاخدوا كتير وخدتوا كتير. اصرف يعني حاجه بسيطه زياده يعني هتخلي المنظر احسن. موضوع النفق ده ينتهي يوم الاثنين ميعاد الفرح. وادي بلاش من عنه ده بلاش ده اللون ده ازرق. البوابات اللي عدينا عليها كلها لونها مختلف كده. الحته دي عايزين نوضبها بقى كلها على بعضها. يا فندم بعد اذن حضرتك هو ده مرخص ليه ان يشيل جاز؟ شال الاثنين واللوح بتاعتهم بتتاخد دلوقتي. مش انا اقول الاجراء يا فندم. انا بمشي من هنا ابص الاقي موتوسيكلات بطريقه غريبه. عشان كده بقول ايه الاسوار دي كلها اتقفل. حدود الكورنيش كورنيش، حدود الرصيف في الرصيف. والكلام ده تقوليه ان انا يوم السبت انا الموضوع ده اتحل نهائي. والمرور بعد اذن حضرتك يتعمل تمركز مروري هنا. حاضر. انا ما صدقت شفت سياده الفريق المحافظ عشان انقل صوتي. يا فندم مخازن ايه؟ انا مش شايف مخازن. ما يتلم ده كله يا فندم وتعملي حضرتك الجزء بدل ما هو عامل اعاقه للرؤيه. يستقطع حته على البحر يحرم منها المواطن عشان يعمل مخزن بالشكل العشوائي ده. المشروع ده يختزل لتلت مساحته الحاليه.